السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفروا ربنا، وما تنسوش لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله. وادعوا لبعض كتير وما تنسونيش من دعوة بظهر الغيب. ربنا يتقبل منا جميعا ويجعلنا إن شاء الله يا رب كده عونا لبعض في الخير. وإن شاء الله ربنا يتقبل منا كل عمل صالح يا رب، ويجعله في ميزان حسناتنا. أنا النهاردة الوصفة بتاعتي سهلة جدا. أنا بحب أعمل وصفات بسيطة جدا، ما بحبش إن أنا أصعب الأمور على أي حد، لأن أنا نفسي بحب الحاجة السهلة. أنا هعمل النهاردة كب كيك، تعتبر أول وصفة من وصفات اللانش بوكس بتاع المدرسة للأولاد يعني. طبعا في أطفال كتير بتحب الكيك، فلما ناخده على هيئة كب كيك بيبقى محفوظ في الورقة بتاعته أو الكب بتاعه، بتبقى جميلة جدا، العيل ما بيبهدلش نفسه ولا أي حاجة. طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ريت اللي ما اشتركتش في القناة تشرفني بالاشتراك. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، وثبتوا في التعليقات ان شاء الله حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. معايا المقدار بتاعي النهاردة. انا معايا 3 بيضات، ولو كان البيض بتاعي كبير ممكن يعني يبقوا 2 بس. فانا البيض ما كانش كبير فخدت 3 بيضات. بكسر بيضة بيضة عشان اطمن لا يكون فيهم بيضة فاسدة ولا حاجة تبوظ المقدار كله. انا هنا معايا 3 بيضات، بيض يعني فانيليا. هحط بقى معايا ظرفين 2 من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا، وبعدين بحط معلقة خل. ده كده على السوائل بتاعتي. هبدأ بالاول البيض، وبعد كده هحط الزيت وبقية المقادير. يعني انا طبعا الخطوة دي كانت اتعملت، فانا كنت بوريكم ان انا كنت نسيت اشغل الفيديو، كنت ساعتها قافلاه. فانا حطيت هنا بقى ايه في السوائل كمان كوبايه زيت او كوبايه الا ربع لو احنا مش عاوزينه ناعم قوي. وكمان حطيت كوبايه من العصير، او كوبايه من اللبن، او اي سوائل انا حابه ان انا اشتغل بيها الكيك. انا كان عندي هنا صودا اللي هي الفانتا البرتقال، فخدت منها كوبايه. ودي بالنسبة للسوائل. أنا بقى عندي المواد الجافة إيه؟ 3 كوبايات من الدقيق أو كوبايتين ونص دقيق، ومعاهم في الآخر هنحط معلقتين كاكاو لبقية المقدار اللي احنا هنقسمه. معايا هنا بقى ظرف أو ظرف وربع كده من البيكنج باودر، حوالي معلقة كبيرة ومعلقة صغيرة. آه، أنا كمان الصودا بتساعد على إن الكيك يبقى هش وخفيف جدا. وكمان أنا حاطة معلقة خل. فالمقدار ده بسيط جدا جدا. اعملوه يعني جربوه، سهل جدا. لو مفيش عندك لبن، مفيش عندك عصير، ممكن لو انت عندك ازازة كده مدلعين نفسكم وجايبين مثلا ازازة صودا، تاخدوا منها ايه حوالي كوباية واشتغلوا. الكوباية اللي هتعايري بيها السوائل هي نفس الكوباية اللي هتعايري بيها الدقيق. السكر كلها كوباية واحدة. انا كنت عامله هنا المقدار كوبايه تكون كبيره شويه يعني. فانا عامله الكوبايه كل حاجه من كوبايه، هي كوبايه واحده. بستعمل المقدار كله بنفس المعيار بتاع الكوبايه. انا هنا عملت الكيك هقسمه، هاخد منه جزء اسيبه ابيض فانيليا زي ما هو انتوا شايفينه كده. جبت كيس من اكياس التلاجة وبلبسه كده لقلب كوبايه او اي حاجه، عشان وانا بنزل العجينه ما توقعش او تبهدل لي الدنيا. ودي اسهل طريقه تصبوا بيها الكب كيك في الصينيه بتاعته. بدل ما تاخدوا معلقه معلقه هتعوزوا الصينيه وهتاخدوا وقت كبير جدا جدا. انا هنا حطيت الكميه بتاعتي الساده اللي هي البيضه او الفانيليا، هحطها في كيس، وبعد كده هجيب الجزء المتبقي دوت او الباقي هحط عليه معلقة أو معلقتين من الكاكاو على حسب درجة لون الكاكاو. ده كاكاو خام، لونه كان فاتح مش غامق، فخدت منه حوالي معلقتين. بعد كده بزود أنا بقى يا إما السوائل أو معلقة زيت، عشان المقدار يمشي معايا ويبقى القوام بتاعه زي قوام اللي هو لونه السادة الأبيض يعني. فحطيت هنا معايا معلقة من العصير، معلقة زيت، معلقة مية، أي حاجة عندي. وبعد كده بقلبه كويس جدا
كده المقدار بتاعي جاهز. هعمل فيه نفس ما عملت بالظبط في الابيض. هجيب كيس من اكياس التلاجة وبرده هصب فيه الكمية ويبقى كده الخليط بتاعي جاهز الاتنين. عشان انا هعمل هنا دلوقتي الكب كيك ابيض وبني او ابيض على بني، فالتشكيل بتاع الكب كيك دوت يرجع لكم انتم كل واحد حابب ايه. ممكن احط ابيض بس، ممكن احط ابيض على بني او بني عليه ابيض او بني بس سادة وابيض سادة، فكل واحد يختار اللي يعجبه. سامحوني الصوت يعني انا مجهدة جدا جدا، انا اسفة ان كنت بسبب لاي حد ازعاج. ادعوا لي ربنا يا رب يشفيني ويشفي كل مريض. الحمد لله على كل حال يعني. ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي وصلت معايا لحد دلوقتي بتتفرج معايا يا ريت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتستغفروا ربنا كتير. وما تنسوش لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله، والتسبيح والتكبير طبعا. خلوا لسانكم دايم بالذكر، ويا ريت تدعوا لبعض وما تنسونيش من دعوه حلوه بظهر الغيب. بحبكم في الله، ربنا يجعلنا يا رب كده سبب لبعض في الخير ان شاء الله. محبتنا تكون في الله ولله، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا. انا نضفت المكان بتاعي خلاص كده. هبدأ اجيب بقى الصواني بتاعت الكب كيك. انا جبت صينيتين، حطيت فيهم الورق بتاع الكب كيك. الصينية 12 عين، كل واحد بقى يظبط الدنيا على ما هو عاوز. الورق بتاع الكب كيك ده، الورق ده خفيف جدا. انا بوريكم النوع اللي انا جايبه منه. ده مش ورق كب كيك اصلي اللي هو التقيل الكبير، لا، ده الورق اللي بيبقى يتحط فيه. لو تاخدوا بالكم في محلات الحلويات الحلواني يعني، لو قطع كنافه جلاش جاتو كلام من ده، ممكن يحطوا القطعه في قلب ورقه من دي وتتفرد عليها. وينفع برضو ان احنا نعمل فيه ميني كب كيك زي اللي انا عاملاه كده. انا بحب ان انا استعمل الورق دوت لانه بصراحه مش غالي، والكميه بتاعته كبيره جدا عن ما اجيب اللي هو الباكت بتاع الكب كيك اللي هو الورق التقيل. وكمان بيبقى على قد الطفل كده الصغير. لما الطفل ياخد واحدة واتنين احسن مما ياخد واحدة كبيرة وما يقدرش يكملها. فالطريقة دي سهلة جدا، وطريقة صب الكيس دي اسهل طريقة. حتى لو هنحطه في اي حاجة، ازازة، دورق، اي حاجة، لا، دي احسن واسلم طريقة. ليه؟ مش هنهدر كتير من العجينة. الحاجة اللي هنصب فيها ممكن هنعوز ان احنا نحاول نغسلها نمسحها كلام من ده، لا. الكيس انا بستعمله وبعد كده برميه خلاص، وبجيب اخر الكيس بكمينه ورا الكيس لحد ما اخلص كل الكمية. انا هنا زي ما انتم شايفين في صينية حطيت فيها ابيض الاول، في صينية حطيت بني الاول. فانتوا تشكلوا العجينة زي ما انتوا حابين. ممكن تعملوها ابيض سادة، بني سادة، يعني ابيض فانيليا، بني شوكولاته كده يعني. ممكن تحطوا اللونين على بعض بتبقى جميله جدا. اللي هي الماربل عموما بتبقى اللي هي بتبقى اللونين. فسهلوا على نفسكم والله. الامر بسيط جدا جدا يعني. على فكرة أنا بحب أستعمل الصواني كب كيك أسهل من إن أحط العجينة بتاعت المقدار بتاع الكيك في صينية. ليه بقى؟ الكيك في الصواني ديت ما بياخدش تسوية أزود من ربع ساعة، 15 دقيقة بالظبط بتكون التسوية مظبوطة جدا جدا. يعني حطينا مقدار الكيك كله وخلصناه. لكن لو أنا بعمل صينية كيك بقى عادي، على حسب بقى، يعني مقدار الصينية بتاخد قد ايه، نص ساعة، ساعة الا تلت كده يعني. انا هنا بقى حطيت الكب كيك بتاعي وزعته في العيون بتاعته كده في الورق بتاع الكب كيك ده. هشكله براحتي، ممكن اسيبه زي ما انتوا شايفينه كده، لكن انا بحب ان انا ارسم الكيك. فممكن بطريقة سهلة جدا وبسيطة، بعصاية من عصاية الشيش كده او بخلة، وافضل اخد بني على ابيض واعمل شكل، او بني او ابيض عليه بني واعمل شكل، او كاني برسم كده. نقطوها، شخبطوها، كده كده بتطلع شكلها جميل جدا. لو سبتوها حتى زي ما انتم شايفين كده بتبقى جميله برضو جدا جدا. فحاولوا ان انتوا تعملوا الحاجه بتاعتكم ببساطه جدا.
اي شخبطه كده شوفوا هتطلع معاكم لون يعني شكل تحفه. اسهل حاجه بتبقى يعني جميله جدا. الكيك بتاع ده مش محتاج ان هو يتحط عليه لا شوكولاته ولا فانيليا ولا اي حشو، لان هو طعمه جميل جدا مش محتاج اي حاجه. فشفتوا التشكيله انا اقصد ايه؟ باخد من الابيض احط على البني، ومن البني احط على الابيض. طبعا ممكن اسيبها زي ما انتم شايفين كده، فعادي جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. نحاول ان احنا نجتهد ونعمل كل حاجة حلوة في البيت أوفر وأنضف. على الأقل تبقي ضامنة طفلك الحاجة اللي بياكلها انت اللي بس اللي حاطة ايدك فيها، مش قلقانة مثلا ان حد يكون تعبان مثلا ولمس الأكل أو كده. فربنا يا رب يشفي كل مريض، وربنا يحسن ما بين ايدينا ويسهل علينا الأمور يعني. خصوصا ان المقادير بتبقى يعني الحاجة بتبقى في البيت أحلى من بره. حتى لو المقادير بتبقى مكلفة شوية ولكن أنضف. آه، ممكن إن إحنا مش بنعمل الحاجات دي كل يوم، ولكن إحنا ممكن نجهز الحاجات دي كوصفات لللانش بوكس. فأنا بدأت معاكم كده أول وصفة إن إحنا حاجة ممكن تنفع اللي إحنا نحطها مع الأولاد في اللانش بوكس، أحسن من إن أنا أجيب كيك وأقطعه وأبقى قلقانة من إن الطفل ياخد الكيك يعني يبوظ منه يوقع على حاجته يبهدل نفسه كده يعني. خلصت الصينية بتاعتي أمسح بمنديل مطبخ أو بفوطة حراري شكل اللي في إيدي دي، عشان لما يدخل الفرن الحتة اللي هتبقى بره هتتحرق. ما شاء الله اللهم بارك، ما خدش غير ربع ساعة بالظبط. التسوية 15 دقيقة بيكون مظبوط جدا جدا. احط الخلة بتاعتي في نص الصينية، اختار واحدة منهم، ما شاء الله اللهم بارك طالعة نظيفة جدا ومستوية كويس جدا، بدليل انها بتتشال معايا واخدين بالكم، ولا لازقة ولا طرية. السوا بتاعها من فوق مظبوط اللون، وكمان من تحت اللون مظبوط. هفتح معاكم واحدة دلوقتي وهتشوفوا اللي انا قصدي فيه. بصوا ما شاء الله بتطلع معايا جميلة ازاي. ونضيف الخلة طالعة معايا نضيفة جدا. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. المقدار حلو، طلع لي 24 وحدة كب كيك. المقدار مش كبير ولكن حلو جدا. لو عندك طفل او اتنين هيمشي معاهم كام يوم حلو قوي قوي. طبعا دي اول وصفة، وان شاء الله انا مسجلة وصفات تانية وهنزلها لكم ورا بعض. هنعمل شوية معجنات كده حلوة جدا جدا. تابعوا ان شاء الله الوصفات. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل الوصفات اللي انا بعملها. انا ان شاء الله بعمل وصفات بسيطة جدا جدا ومش مكلفة. بحاول على قد ما اقدر ان انا اطلع الوصفة بتاعتي بسيطة، لان انا برضو انسانة بسيطة عايزة حاجتي ما تكونش مكلفة قوي ولا غالية. فطبعا في المتناول يعني. وطبعا ربنا يوسع يعني ارزقنا جميعا، اللي معاه طبعا يعمل زي ما هو عاوز ويوسع على نفسه، مفيش مانع. انا ما شاء الله فتحت قدامكم واحده دلوقتي خفيف وهش جدا جدا. درجه السوا بتاعته مظبوط، طالع من فوق لونه جميل ومن تحت لونه محني وحلو قوي قوي. ما شاء الله اللهم بارك، تحفه جدا جدا. يبرد بقى وبعد كده اشيله من الصينيه وارصه في علبه واقفل عليها بغطا، بتبقى تحفه جدا جدا. شايفين الرسمه كانها لوحه فنيه. انا بحب المطبخ جدا وبحب الوصفات ان انا اعمل حاجه تفرح اللي معايا جدا جدا. فربنا يسعدنا جميعا يا رب ويفرحنا ويفرح اهلنا جميعا يا رب. ما تنسوش بقى طبعا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بذكركم استغفروا ربنا كتير وصلوا على النبي.